السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى، ربنا يعيد عليكم بكل الخير والصحة والبركة يا رب. الفيديو ده هو خاص للأصدقاء اللي بيبعتوا لي يسألوا على استمرارية كورس السيناريو العملي اللي احنا بننظمه. الحقيقة الفترة اللي فاتت بسبب ظروف الصحية أنا كنت طلبت من الزملاء اللي بينظموا لي الكورس في الأكاديمية اللي بتعمله إن هم يأجلوا شوية الإعلانات عن دفعات جديدة. لكن حاليا الحمد لله يعني بقيت أحسن، وهنبدأ نستقبل دفعات جديدة من الراغبين في تعلم كتابة السيناريو السينمائي والتلفزيوني بشكل نظري وعملي، اللي هم عندهم أفكار لعمل كورس مكثف مدته شهر واحد، وبيكون أونلاين على تطبيق زوم، يعني التواصل مباشر مع الدارسين بينهم وبيني. عايز بس أوضح نقطة مهمة جدا للإخوة اللي هيتواصلوا ويشتركوا في الكورس أو الدفعة الحالية اللي أنا بتابع معاها الفترة اللي فاتت، إنه يا جماعة الاهتمام بالجانب العملي في الكورس في غاية الأهمية. خلينا نتكلم بصراحة. المعلومات النظرية عن كتابة السيناريو انت ممكن تلاقيها في اي مكان، وببساطة جديدة هي موجودة على القناة يوتيوب اللي انا بكلمكم منها دلوقتي. انا عامل فوق ال 32 فيديو عن كتابة السيناريو بكل تفاصيله ومراحله. لكن ميزة الكورس هو التدريب العملي على الكتابة. عشان كده سواء الدفعة اللي موجودة معايا حاليا لسه بيكملوا الكورس، او الدفعة اللي هتشترك الايام اللي جاية، لازم يكونوا منتبهين للنقطة دي، انه لازم الاصرار على تنفيذ الجزء العملي في الكورس. للأسف تجربتي يعني مش لطيفة في الجانب ده بالتحديد، ان انا بطلب من الناس تكليفات وواجبات معينة يعملوها في كل محاضرة، لكن قليلين جدا منهم اللي بيهتموا وبيلتزموا بتقديم الواجبات دي بشكل متواصل. انا قلت قبل كده انه اي حد غاوي سينما او غاوي كتابة لازم يكون ملتزم بالكتابة اليومية. مش شرط انت وانت بتكتب تبقى متعاقد مع شركة وضامن ان انت هتكتب وتخلص الفيلم وتسلمه والفيلم ده يتنفذ او المسلسل وتاخد اجر عليه. لا، احنا كتاب، احنا شغلتنا في الحياة ان احنا نكتب. احنا بنستمتع بفعل الكتابة ذاته. ان شاء الله ساعة في اليوم او ساعتين احنا بنكتب فيهم. بنكتب ايه؟ بنكتب افكار، بنتأمل، بنكتب بتخطر في بالنا مثلا شخصية معينة ينفع ان هي يتعمل لها بناء درامي كشخصية درامية فنعمله. كل ده بيعود ايدك وبيعود قلمك على فكرة الكتابة اليومية، ان انت بتكتب كل يوم. كل يوم انت بتكتب، تخلص من مشروع تدخل في مشروع وهكذا. انت لما بتبدأ تسويق شغلك مش صحيح ان انت يبقى معاك فيلم واحد او مسلسل واحد انت بتلف في البلد على منتج يعمله لك، واذا لم توفق في التعاقد عليه يبقى خلاص انت كده ايه، فشلت. لا، انت دايما لازم يبقى عندك اختيارات. بمعنى انت كل منتج ليه ذوقه في الانتاج. كل شركة انتاج بتبقى خطتها لإنتاج أعمال معينة، هم دماغهم فين. أنت بتدور على دماغ الإنتاج رايحة فين، وتشتغل على مشروع يكون فرص اقتناعهم بيه فرص كبيرة. عشان كده مهم أن أنت يبقى عندك أكتر من مشروع. ما تبقاش عندك فيلم واحد أو مسلسل وأنت طول الوقت بتلف على منتجين وعلى مخرجين وعلى نجوم وممثلين تعرضوا عليهم وما يردوش عليك أو يرفضوه، فأنت كده تقعد في البيت. لا، أنت عندك شغل متنوع. يبقى عندك مثلا نموذج لفيلم اكشن، عندك فيلم رومانسي، عندك فيلم كوميدي، وهكذا. علشان ممكن انت تروح لشركة انتاج او تتعرب بمنتج، وطبعا عشان تتعرب بمنتج دي انت بتقضي وقت طويل فيها وبتبذل جهد، لان الوصول ليهم زي ما انتوا عارفين ما هوش سهل. فمهم ان انت مقابلتك مع اي منتج او حتى لو مكالمة تليفون بينك وبينه ما تضيعش هدر. هي ممكن تضيع هدر ليه؟ لو انت معاك مشروع واحد بس بتعرضه عليه، يا قبله يا رفضه، لكن انت بتبقى جاهز بافكار كتيرة.
لما بيقول لك بتعرض عليه مشروعك مثلا، فانت عامل فيلم اكشن، فهو بيقول لك لا والله انا يعني حابب الفتره اللي جايه هشتغل اكتر على مثلا على الافلام الرومانسيه. تقول له طيب انا عندي مشروع فيلم رومانسي ابعته لك اقراه، وهكذا. يبقى انت عندك شغل متنوع في اكتر من لون من الوان الكتابه السينمائيه والتلفزيونيه، علشان فرصك في التسويق تكون كويسه، وعلشان ما تبقاش انت رهين المقابله الاولى او المكالمه الاولى مع المنتج. اذا رفض مشروعك يبقى انت كده خلاص علاقتك انقطعت بيه. لكن لما يبقى عندك اكتر من فكره واكتر من مشروع، فانت بتعرض وهو بياخد اللي مناسب ليه ولخطته. عشان كده مهم زي ما قلت لكم انه يبقى عندنا وقت يومي للكتابه. احنا بنكتب كل يوم ساعه او ساعتين في اي وقت يناسبك، بالنهار او بالليل براحتك. اكتب واركن، اكتب حاجات واركنها، اكتب فكره حتى لو مش هتطلع، يعني لا تنتظر جوده من الموضوع. اكتب افكار وشيلها، ارشيف ليك. يبقى عندك كده بلوك نوت بتكتب اي فكره تخطر في بالك بتسجلها فورا، لان الافكار عامله زي الكحول بتتبخر بسرعه. فانت لو ما لحقتش الفكره وكتبتها او كتبت ملحوظات عنها او ملخص ليها، بعد كام يوم هتحاول تفتكرها مش هتقدر، هتكون طارت منك. فالكلام ده كله انا بقوله بمناسبه الدفعات الجديده اللي هتدخل الكورس العملي معايا. ارجوكم لمصلحتكم التزموا بالتكليفات العمليه اللي هنتفق عليها، لان دي الحقيقه هي الاستفاده الحقيقيه ليكم من كورس تعلم السيناريو اللي انت هتدخلوا معايا. وعلشان انا ابقى ضميري مستريح ان انا اكون قدمت لكم اكبر افاده ممكنه، لازم اشوف نماذج من كتاباتكم واحط ايدك على مناطق الضعف في اسلوب الكتابه بتاعك، واقول لك انت عندك كذا كويس وعندك كذا محتاج يتقوى او تركز عليه. صدقوني المناقشات دي بتكون لها نتائج ايجابيه جدا على الشغل، وبتلاقي نفسك انت اتعودت. انت ما بتغلطش الغلطه الواحده مرتين، يعني اللي بيغلط غلطه وحد بيصححها له او بيقول له الصح ايه، تاني مره مش هيغلط نفس الغلطه بالتاكيد. وبالتالي انت هتكون بعد كده مشروعاتك قليله الاخطاء، يعني مش هتقع في نفس الارتباكات او الاخطاء اللي انت وقعت فيها في مشروعاتك الاولانيه. بعد كده انت بتتعلم، فبتبقى زي ما بيقولوا بالبلدي كده بتكتب وانت سايب ايديك، يعني ما عدتش تقع في نفس الاخطاء الصغيره اللي كان ممكن تقع فيها في بدايه مشوارك. بتمنى لكم التوفيق حقيقي. ببقى سعيد جدا لما الاقي حد من الاصدقاء اللي منتظمين معايا في الكورس بيتواصل معايا باستمرار وبيبعت لي شغله اقراه واعلق له عليه، او ياخد رايي في افكار، او ياخد رايي في بناء شخصيه، او ياخد رايي في سيناريو فيلم كامل. في اصدقاء فعلا من الدفعات اللي فاتت بعتوا لي مشروعاتهم وانا قريت ورديت عليهم، وفي ناس تانية بعت لي وانا حاليا اقرا اعمالهم وهرد عليهم على طول. فرجاء انه اللي هيدخل الكورس يا جماعه يعمل حسابه ان الكورس ده الجانب الاكبر منه عملي، يعني الكورس ده محتاج منك ان انت تقعد كل يوم تكتب وتبعت لي علشان تستفيد استفاده كامله. هتكلم في اكتر من نقطه تانية يمكن ما لهمش علاقه بالكورس. الشهر ده فتحت مسابقه نجيب ساويرس للاعمال الادبيه، فتحت باب استقبال الاعمال، والاستقبال ده مستمر حتى يوم 21/7 اللي احنا فيه. فاللي عنده فيلم هو حاسس ان هو فيلم جيد يستحق ان هو يشارك بيه، او يبقى لو شارك فيه يبقى عنده امل معقول انه يدخل حتى لو ما فسي بس يدخل في القائمه القصيره مثلا، ده هيكون مفيد جدا ليه. لانه السيناريوهات يا جماعه اللي بتاخد جوائز بيكون فرص تسويقها لدى شركات الانتاج بتكون الفرص اقوى بكتير من السيناريو المجهول اللي محدش يعرف عنه حاجه. كمان حصولك على اي جائزه او حتى وصولك للقائمه القصيره في اي مسابقه ليها سمعتها وليها ثقلها في السوق، ده بيضيف لاسمك وبيبقى نقطة جديدة مضيئة في السي في بتاعك. لما تيجي تكلم حد تقول له أنا فلان الفلاني اللي فزت بجائزة كذا عن السيناريو بتاعي اللي اسمه كذا. فاللي جاهز عنده عمل ممكن لغاية 21/7 يكون جاهزه، يروح يتقدم بيه، وهم عندهم وسيلة للتقديم
اونلاين على موقع الجائزه، بس هو للاسف المسابقه دي للمصريين فقط. يعني اخواتنا العرب لن يتمكنوا من المشاركه، لكن المصريين انا بشجعهم جدا ان هم يدخلوا، لان جائزه ساويرس جائزه ليها سمعتها وليها ثقلها في السوق، ولجان التحكيم اللي بتحكم فيها بتكون لجان مكونه من كبار كتاب السيناريو في مصر. هي بالمناسبه مش مسابقه سيناريو بس، لا دي مسابقه ادبيه في كل فروع الكتابه، يعني في فرع للروايه وفرع للمجموعه القصصيه وفرع للمسرح. السيناريو بيكون اكتر مجال الناس منتظره نتائجه. ليه؟ لان احنا عندنا روائيين كتير جدا وعندنا كتاب قصه كتير جدا، لكن عندنا كتاب سيناريو قليلين ومعدودين اللي هم اللي اسمائهم معروفه وقدروا يثبتوا وجودهم في السوق. عشان كده زي ما بقول لكم، اللي عنده مشروع فيلم جاهز يتقدم بيه فورا للمسابقه، وان شاء الله اتمنى بالفعل من كل قلبي انه الاصدقاء اللي متابعيني على يوتيوب السنه دي تكون الجايزه يعني تشرف باسم واحد فيهم. هكون في منتهى السعاده لو ده حصل، وعندي استعداد لتقديم اي دعم في الكتابه خلال الفتره دي للناس اللي هتقدم في المسابقه دي. يعني من هنا ل 21/7 اي حد عنده مشروع عايزني اقدم له مساعده فيه، انا مفيش مشكله، ارحب جدا، يبعت لي وانا هتواصل معاه. وان شاء الله يعني نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه الفائز بجائزه السيناريو في المسابقه دي السنه دي يكون من متابعي اوراق تي في ومن الناس اللي تابعوني وتابعوا كورس السيناريو اللي انا بقدمه على القناه. طيب ده بالنسبه للكورس. هنيجي لطريقه التقديم. الفتره اللي فاتت كان في ناس كتير بتبعت انه طريقه التقديم صعبه، لانه الاعلان اللي كانت بتعمله الاكاديميه كان بيدخل الراغب في التسجيل على فورم من على جوجل يملاه بمعلومات كتيره، فالناس كانت مستصعبه فكره انها تدخل على فورم وتسجل باسمها وبياناتها وتجاوب على الاسئله اللي موجوده فيه. فانا طلبت منهم انه يكون التسجيل ابسط من كده، انه يبقى في رقم واتس للتواصل المباشر. انا هسيب لكم اللينك للتواصل ده في وصف الفيديو ده، اللي عايز يتواصل هيدخل مباشره يتكلم مع المنظمين ويشرحوا له الكورس محتواه ايه وتفاصيله كلها، ويشترك معاهم على طول علشان نسهل على الناس فكره الاشتراك فورا، ونبدا ان شاء الله مع دفعه جديده ومجموعه جديده. اتمنى انه يعني ما الاقيش في الدفعه الجديده دي بعض الاخطاء اللي كانت بتضايقني في الدفعات اللي فاتت، واهمها الحقيقه عدم الالتزام بالكتابه العمليه وتنفيذ التكليفات اللي انا بقولها او الواجبات اللي انا بطلبها، حتى لو كان الواجب ده هو مشاهده فيلم. مهم جدا ان احنا نشوف افلام مع بعض ونناقشها، نعمل لها زي مراجعه مع بعض ونناقش ونقول ارائنا وهكذا. فاتمنى لكم كل التوفيق. في وصف الفيديو ده هتلاقوا لينك التسجيل في الكورس، ابعتوا لنا وان شاء الله نبدا الكورس في اقرب فرصه بعد العيد مباشره. اي استفسارات او تفاصيل تانية عايزين تعرفوها عن الكورس اكتبوا لي في الكومنتات، او ابعتوا لي على صفحه الفيسبوك الخاصه بالقناه، وبرضه هتلاقوا اللينك الخاص بصفحه الفيسبوك في وصف الفيديو دوت. انا بشكركم جدا وبتمنى لكم كل التوفيق، وفي انتظار الزملاء والاصدقاء اللي هيسجلوا في الدفعه الجديده لكورس كتابه السيناريو النظري والعملي. وبركز جدا على فكره ان الكورس نظري وعملي. انا مش بعمل كورس عشان ابعت لك محاضرات مسجله تشوفها وينتهي الامر عند ده. لا، انا حريص على ان انا ابذل جهد اكبر بان انا اتابع معاك بشكل شخصي اللي انت بتكتبه ومشروعاتك، واناقشك فيها واساعدك فيها. فرجاء الاخوه اللي هيشاركوا يكونوا ملتزمين بالنقطه دي بالتحديد، علشان سببين. السبب الاولاني ان انا ضميري يكون مستريح ان انا قدمت كل ما يجب علي تقديمه للاصدقاء اللي هيشاركوا. السبب الثاني انه هو بعد ما ينتهي من الكورس يكتشف ان هو خرج من الكورس بمشروعات عنده، خرج منه بفكرة فيلم مكتوبة بشكل احترافي وتصلح انها تكون نواة لبناء
سيناريو كامل عليها، خرج ببناء شخصية درامية فهم تفاصيلها وكتبها بشكل متقن، او اي فرع من فروع كتاب السيناريو خرج بحلقة مسلسل تلفزيوني. لكن المهم ثق تماما ان انت لازم تخرج من الكورس ده وفي ايدك ورق انت كاتبه وانا راجعته معاك. زي ما قلت لكم لينك التسجيل والانضمام موجود في وصف الفيديو. شكرا، وان شاء الله بكره او بعده هنزل فيديو جديد هيكون عن موضوع كتير جدا من الاصدقاء اللي المتابعين للقناه بعتولي بيطلبوا ان انا اتكلم فيه. هو مسلسل الكبير قوي الجزء السادس للنجم احمد مكي. وانا الحقيقه لقيت دي فرصه ان احنا نتكلم مش بس عن مسلسل الكبير، لكن عن اسس الكتابه الكوميديه، ازاي نكتب مسلسل كوميدي ناجح. فان شاء الله بكره او بعده بالكتير هتكون على القناه حلقه عن مسلسل الكبير، وهيكون المسلسل مدخل ان احنا نناقش مع بعض كيفيه او الطريقه المثلى لكتابه مسلسل او فيلم كوميدي، خاصه انه الكتابه الكوميديه هي الحقيقه من اصعب انواع الكتابه السينمائيه. ومهم برضو انبهكم ان الفيلم الكوميدي بيكون فرصه في التسويق اكبر بكتير جدا من الانواع التانية من الافلام، لانه المنتج بيكون الى حد ما مطمئن على فلوسه لما يكون هينتج فيلم كوميديا، لانه ببساطه الناس عايزه تضحك. الضحك سلعه رائجه جدا، يعني انت لما بتقدم للناس كوميديا تقدم لهم ساعتين او ساعه ونص من المتعه والضحك، هيكون الاقبال على الفيلم بتاعك او المسلسل اقبال رائع جدا وكبير جدا. فانتظروني ان شاء الله خلال ايام بحلقه مسلسل الكبير قوي واسس كتابه الفيلم والمسلسل الكوميدي. بشكركم واتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله.